فلون باتيسي فرونسي ديالي وصفه رائعه بزاف كتجي. وكما كتشوفوا اللهم بارك النتيجه مزيونه. خليكم معايا باش تعرفوا الوصفه من الاول حتى الاخر. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي روسيطة زينب. اليوم ان شاء الله غادي نعدل معكم واحد الديسير كيجي مزيون بزاف اللي هو عباره عن كريم باتيسري، يعني عباره عن فلان. غادي نعدلو كقاعده ان شاء الله، غادي نعدلو لاباط بريزي. ها هي انا سبق لي يعني ديجا عدلتها. الوصفه الا بغيتوها دخلوا عندي الانستغرام، انا غادي نخلي لكم تما الوصفه بات بريزي بالتفصيل ديالها. وجدتها لحتى خصها تبقى في النبره واحد المده. وهنا عندي المقادير ديال فلون باتيسري ديالنا. عندي هنايا البيضات، الحليب، مايزينا، لا كريم فريش، وعندي هنايا السكر، وعندي روحه الفاني. من الاحسن هذه روحه الفاني باش كتكون قويه. الزبده هي الاخرى غادي نستعملوها. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. كاول مرحله ان شاء الله غادي نعدلو الكريمه والحليب، غادي نعدلوهم يغليو. بسم الله. كريمه يعني الخاصه بالحلويات غادي نعدلوه هي، وغادي نزيد معاها الحليب. بسم الله. غادي نخليهم يغليو مزيان. وفي هذا الاثناء غادي نوجد معكم البيضات ديالي. بسم الله. كمرحله اولى ان شاء الله غادي نجيب البيضات ديالي نعدلو في شي بول. بالنسبه للبيضات هنا عندي جوج البيضات مكمولين واربعه ديال الصفار ديال البيضه. دي هنايا السكر، وزيدوا هنا واحد شويه ديال الفاني على حسب خصو يكون منسم مزيان بالفاني. نجيبوا الفوي ديالنا ونخلطوا مزيان. يعني ماشي ضروري تستعملوا الباطور، غير بيدكم. صافي غير بيدكم. نحاولوا تذوبوا مزيان السكر بهذه الطريقه هذه. عارفه راسي غبت عليكم واحد المده، لكن كنتمنى ان شاء الله نواظب معكم، نبقى ننزل لكم على الاقل واحد الفيديو في السيمانه على حساب الوقت، على حساب ما كتعرفوا. يعني الواحد كيكون ما عندوش الوقت وداكشي ما كنقدرش ننزل دابا ساعه. وغادي نحاول ان شاء الله ننزل معكم كل سيمانه فيديو. من بعد نحدد النهار، باقا ما عرفاش النهار يعني بالضبط، ويكون خير ان شاء الله. كنتمنى تشجعوني، كنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وما تخليو لي التعاليق والاعجاب. واللي ما مشتركش في القناه لاول مره غادي يطلع له القناه ديالي، كنتمنى يشترك فيها. كما كتشوفوا هو الخليط. نحاول ندوب مزيان السكر والبيضات. انا ندوبو مزيان، من بعد نرجعو نكملو الترتيب ان شاء الله. من بعد ما خلطت مزيان السكر يعني حتى داب لي مع البيضات كيف ما كتشوفوا، حتى اللون تبدل واحد شويه. هنا غادي نزيد مايزينا ديالي. وغادي نخلط حتى هو باش ينسجم ليه هادشي كامل مع بعضو مزيان. خلطوه مزيان باش متبقاوش بديك الكويرات ديال النشا. بالنسبه لهذا الفلون هذا كيجي فلون يعني فرنسي، مسمي فلون باتيسي محسوب على فرنسا. صافي كما كتشوفوا. فاتلتنا عندي الحليب والكريمه ديالي هما كيغليو. ملي غادي يغليو غادي نعملوا واحد النصف د الكميه هنايا، غادي نخلطوها مزيان بالزربه. من بعد نرجعوا كلشي في الكاسرول ديالنا ونخلطوه حتى تتعقدنا الكريمه. شوفوا الخليط ديالي اللهم بارك. وهنايا عندي الزبده ملي في الاخير صافي غادي نوجد لي الكريمه ديالي. يعني صافي غادي تعقد، غادي نضيف لها الزبده وهي باقا سخونه. يعني غير نطفيو لها البوطه نضيفوا الزبده والفاني. حتى الفاني غادي نخليها هي الاخري باش كتجي المذاق ديالها باين في الكريمه ديالنا. صافي هنا من بعد ما غلى لي الحليب ديالي انا غادي نحاول نكب وانا كنحرك في نفس الوقت. حاولوا ما توقفوش يدكم باش البيضات ديالكم ما يطيبوش. بهذه الطريقه هذه خلطوا بالزربه.
دابا غادي ندوزو هادشي هذا كامل نرجعوه في الكاسرونه ديالنا. بسم الله. بهذه الطريقه هذه انا معكمش هذا نعملو في شي واحده اخرى على حسب الكميه كبيره عندي. نشعلوا البوطه ديالنا ونبقاو نخلطو الى حتى عقدنا الخليط ان شاء الله. كما كتشوفوا هاي الكريمه ديالي كيف كتجي عقده. غادي نزيد لها الزبده والفاني. الفاني من الاحسن تخليوها اخر حاجه باش كتجي يعني عطيه الطيبه ديالها والنسمه ديالو. كنعملوا كميه وخلطوا صافي. من بعد في هذه الاثناء غادي نخليها انا تبرد واحد شويه وغادي نطلق لاباط بغيزي ديالي في المول صافي بهذه الطريقه. من بعد ما يعني لبس القالب ديالي بباط بغيزي. دابا غادي نكب لا كريم ديالي. بسم الله. نحاول نعوض يعني ونعوض الوجهه مزيان. ندخل الفران على درجه ديال 180 درجه المده ديال 40 دقيقه ان شاء الله. المهم على حسب كل واحد والفرن ديالو حتى نشوفوها تحمرت مزيان. يعني هو السر ديالها خصها تكون جي محمره مزيان. عاد ان شاء الله نجبدوها وتشوفوها معايا في التقديم ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال فلون باتيسي ديالي من بعد ما خليته واحد تقريبا انا ندير ليه 45 دقيقه في الفران. كما كتشوفوا اللهم بارك تحمر مزيان. لاباط هي تحمرت. دخلته النيبيره. انا خليته غير في النيبيره تقريبا واحد 4 سوايع. بغيتو خليوها ليله كامله خليوها ليله كامله. وهذا الشكل النهائي. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه وشكرا.